عزيزي الدايتر، بعد ما فهمت يعني ايه سمنه وقررت تخس، محتاج تبدا. وبدايه نزول الوزن بتبقى بقرار مهم جدا، انك ما تخسش بسرعه، لازم تخس بشكل صحي امن. والعلم بيقول ان المتوقع لنزول الوزن خلال فتره 6 شهور 10% من وزنك. ايوه 10% من وزنك، وده كمان كتير. عشان كده في بعض الدراسات بتقول لو نزلت 5% من وزنك خلال فتره 6 شهور تبقى نجحت انك تخس. وقرارك انك ما تنزلش بسرعه لازم يبقى عن اقتناع، لان نزول الوزن السريع مريع، بيعمل مشاكل وامراض وضغط عصبي ونفسي وضغط على الصحه، لدرجه ممكن تدخلك في اكتئاب وتوتر مزمن. ده غير صحتك اللي بتبقى في خطر. زي ما قلت لك، انت محتاج تنزل من دهونك، لكن نزول الوزن السريع بيخليك تفقد عضلاتك مصدر قوتك. والخبر هنا عزيزي الدايتر انك لو نزلت بسرعه هترتد في الوزن بسرعه. النزول بسرعه معناها ان حضرتك اعتمدت على نظام ريستريكتيف، يعني قعدت منعزل منفصل، مش متصل باي حاجه حواليك، مش بتاكل الاكل اللي بيبسطك عشان حضرتك تخس بسرعه. فاول ما جسمك يلاقيك بدات تفك الحصار، طلعت من السجن، هيخليك تاكل بكميات رهيبه. بنج ايتنج ونهم شديد، مش عشان انت مش عارف تتحكم، ابسولوتلي، ده عشان الهرمونات عند حضرتك هتخليك على قد ما تقدر تكون وتخزن دهون عن طريق ترايكنج مراكز الجوع عشان تستعد للمجاعه القادمه. ما هو نزول الوزن السريع بيعد مجاعه عزيزي الدايتر، فجسمك لازم يستعد للمجاعه القادمه عن طريق تخزين الدهون، وده عباره عن لخبطه هرمونات ومرسلات عصبيه وليله كبيره. وبالتالي اتسرعت في نزول الوزن هتتخن تاني. وهو ده اللي احنا بنشوفه في عياداتنا من ناس بقالهم 50 سنه بيعملوا دايت. انا ما ببالغش عزيزي الدايتر، 50 سنه بيعملوا دايت. اعتدل في نزول الوزن لان جسمك ما يضحكش عليه. ابدا بانك تتقبل معدل مقبول لنزول وزنك، يعني 5 ل 10% خلال 6 شهور. ولك ان تعلم انك لو كنت مبسوط بكل جرام بينزل اثناء رحله نزول وزنك هتلاقي نفسك كمل. اللي بيبقى زعلان ومتضايق ومتغاظ انه ما نزلش غير 2 كيلو غير 3 كيلو، للاسف عمره ما بيكمل. عزيزي الدايتر، ابدا صح.